في أسلوب غير مألوف يقدم لنا الكاتب مارك مانسون نصائح غير مألوفة لتطوير الذات ولعيش حياة أفضل، فيطلب منا أن نركز على السلبيات لا الإيجابيات، ويخبرنا أن السعادة تكمن في المشكلات، ويحدثنا عن المعاناة والفشل والمسؤولية ومفاهيم أيضا أخرى كثيرة. فمن غير ما نضيع وقت كتير يلا بينا نبدأ الفيديو. اهلا بيك يا صديقي الجميل مره ثانيه. النهارده هنتكلم عن كتاب من افضل الكتب اللي انا قراتها في حياتي بصراحه، الا وهو كتاب فن اللامبالاه لعيش حياه تخالف المألوف. انا عبد الله محمد ودي قناه سكريبتر. في الليست ديت ببساطه انا بقرا كتاب وباجي اديك فايدته. لو انت حابب الكونتنت ده تعمل سبسكرايب وتفعل زر النوتيفيكيشن عشان يجيلك كل جديد. ايجابيات وسلبيات. في البدايه الكاتب ده بيركز ان هو يورينا الجزء السيء او بمعنى اصح الجزء المظلم من الحياه، علشان نقدر نشوف الجانب الايجابي بطريقه مختلفه. وهو مقتنع انك كل ما تركز على السلبيات كل ما ده يكون افضل ليك. كل ما تحاول تعيش حياه غير مألوفه لازم تبص على السلبيات اكتر ما تبص على الايجابيات. وبيبدا الكاتب بالجمله الجميله دي: ربما ليس عليك ان تركز على التوقعات والامال الايجابيه بقدر ما تركز على السلبيات والعقبات التي تواجهها، لان تركيزك مع الامال الايجابيه سيقودك الى التركيز مع ما انت مفتقر اليه. يعني بمعنى اصح بيقول لك حاول انك مش دايما تبص لنص الكوبايه المليان، جرب مره كده تبص لنص الكوبايه الفاضي. ليه؟ لانك دايما طول ما انت باصص على الناحيه الايجابيه، طول ما انت باصص على البيت الجميل، طول ما انت مركز مع السياره الفارهه، هيزيد عندك كل يوم اعتقادك او هتقتنع كل يوم اكتر ان انت ما عندكش اي حاجه من دولت. ايه ده؟ ما انا كده هتضايق. فتركيزك مثلا على السياره الفارهه او المنزل الفخم الذي تحلم به سيشعرك دوما بانك فقير حتى وان كنت ميسور الحال. وتركيزك على انك تكون محبوب من كل الناس هيحسسك دايما بالوحده والخوف حتى وان كانت لديك عائله تحبك. واحيانا تتحسن الامور حين لا نوليها الاهتمام الكافي. يعني في حاجات كده كل ما انت ما سبتهاش، ما ركزتش معاها، سبتها مع نفسها كده، هتبص لها بتتحسن لوحدها. طول ما انت خايف من علاقتك بينك وبين صديقك ديت ان هو طب بيحبني، بيكرهني، هيسيبني في يوم من الايام، مش عارف ايه، خوفك دايما وقلقك واهتمامك الزايد بيه اصلا ممكن يخسرك الشخص ده، على خلاف ان انت لو سبت الموضوع خالص وخليت الحياه بينكم بسيطه والموضوع ايزي وفيري سمبل، هتبص تلاقي اصلا العلاقه بينكم بقت افضل. فتخلصك من الاهتمام الزائد سيجعلك تتعامل مع التحديات بقدره اكبر على المواجهه وبقلق اقل. وركز بقى في الحته اللي جايه ديت، سيجعل فشلك اقل احباطا. ليه؟ هقول لك انا ليه. سيبوا جنب من كل الكلام ده وتعالى ندردش انت كده مع بعض. في الحقيقه او في الحياه الواقعيه اللي احنا بنعيشها الجميله، طول ما انت بتركز على اكتر من حاجه او بمعنى صح طول ما انت مركز في الحاجه دي، يا ترى هعملها، يا ترى مش هعملها، يا ترى الشخص ده هيسيبني، يا ترى ايه شرق. طول ما انت بتشتت نفسك بتفضل دايما عايش في قلق، بتفضل عايش في توتر، وما بتعرفش تركز على الحاجات الكويسه في حياتك، وبتغفل عن حاجات كتير موجوده في حياتك كويسه علشان انت قلقان من حاجات اصلا ثانيه مش عندك. المنزل الضخم الكبير، الفيلا، القصر اللي انت بتحلم بيها مش مخليك تستمتع بحياتك البسيطه الجميله في بيتك السعيد. السياره اللامبورجيني اللي انت كل شويه بتشوف لها فيديوز او بتشوف لها فيديوهات في الريل وعمال تقلب ونفسك تجيبها مش مخليك تستمتع بالعجله اللي عندك. وعلى نفس المنوال ده بيجي كل حاجه ثانيه، خوفك من انك تسيب وظيفتك او طمعك في انك تحصل على وظيفه اكبر بكتير وانت مش مستعد لها دلوقتي مش مخليك عارف تركز في وظيفتك الحاليه ولا عارف تطور من نفسك. فانت دايما زي ما بتركز على الحاجات الحلوه او زي ما بتركز على الحاجات اللي انت عايز توصلها في يوم من الايام، حاول برضه تركز على اللي في ايدك دلوقتي عشان تقدر تستمتع بيه. وبعد كده الكاتب دخل في حته تقدير الذات، بيقول لك انتبه لحيله تقدير الذات والتي تقضي بان كل الاشخاص مميزين. وده بيحصل مع السوشيال ميديا او العصر الرقمي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. تفتح الانستجرام تبص تلاقي الشخص ده بيفطر الكرواسو بتاعه مع الفرابتشينو في باريس، والشخص ده مصور السيت اب بتاعه الجميل اللذيذ وهو اصلا في كركبه كبيره جدا مش موريها لك. يعني دلوقتي ببساطه هنفترض ان الموضوع على عبد الله، هل انت شايف ايه اللي ورا الكاميرا؟ هل انت شايف ايه الكركبه اللي محطوطه هنا دي؟ هل انت شايف اي حاجه ثانيه؟ لا، انت شايف الجزء الجميل اللي انا عايز اوريهولك بس. فده كده بيخلق وهم عند الشخص اللي قاعد بيتفرج، اللي هو ده حياته مثاليه وده حياته مثاليه وده حياته مثاليه، امال انا ليه حياتي مش مثاليه زيهم؟ فده بيخلق جواك انت اصلا ضعف وحيره وشك في ذاتك ذات نفسها. فابتعد ثم ابتعد ثم ابتعد عن كل الكلام ده، لان طول ما انت بتدي تقدير زائف او بتدي تقدير اكبر من اللازم للاشخاص دي هتستصغر في نفسك جدا وهتتغاضى عن عيوبهم. يعني هتهمل عيوب وهتهمل نقط ضعف وهتهمل حاجات تانية كتير مقابل انك شايف ان دايما حياتك بيرفكت
شايف ان دي دايما سعيده، شايف ان ده دايما معاه فلوس، شايف ان دايما بيشتري، شايف ان ده معاه جهاز فلاني، شايف ده شايف ده شايف ده. فاطلع من الدوامه دي. طول ما انت مركز على كل الحاجات دي مش هتركز في حياتك ومش هتبقى مبسوط وسعيد بحياتك الشخصيه. زي ما قلت لك من شويه، تركيزك على العظائم او تركيزك على الامنيات الكبيره جدا هيخليك مش قادر تستمتع بالحاجات البسيطه اللي عندك. وده كده ببساطه كان مقدمه كتاب فن اللامبالاه. الفصل الجاي والحلقه الجايه هنتكلم عن السعاده والالم، وازاي الالم ساعات بيكون دافع الحركه والتغير عند بعض البشر. اشوفكم باذن الله في الحلقه الجايه، وما تنساش لو انت لسه ما عملتش سبسكرايب فاعمل سبسكرايب، فعل زر النوتيفيكيشن عشان يجيلك كل جديد. كان معكم عبد الله محمد، اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. مع السلامه.